أهلا بكم محبي كرة القدم المغربية في هذا الموجز الرياضي الذي يواكب جديد الساحة الرياضية المغربية. غادي نلعبوا بالتوني ديالنا. عادل شوف دابا كاين كاين فرق ما بين حاكم وشعب. دابا الحاكم فين وصلت به المرحله واحد الوقت يعني كان شويه ديال الكذوب، وهذا كانوا امنين به حتى دوك الناس ديالو داك، ولكن الامور ولات دابا واضحه الى درجه بانه ولا الغباء ولا دابا الغباء، وليتي كدير شي حوايج اللي كتبدا تضحك لك حتى الشعب ديالك كيضحك عليك. ودابا لا يعقل بان كره القدم هذه رياضه، وغادي يجي بحال مثلا الفريق ديال بركان غادي يخلق راسو مشكل. اولا كاينه لا فيفا، كاينه الكاف، لا فيفا، الناس راه مسؤولين، الناس راه ماشي جايين، راه جايين كيمثلوا بلد، راه جايين كيمثلوا رياضه، راه جايين باش يديروا على مقابله ديال الكره يمشيو. ما غادي يستفزك انت حتى في شي حاجه. احنا نمشيو من قبل العاب البحر الابيض المتوسط، عادي الا بقيتي كتذكر الاعلام كلشي حيدوا لي الكاميرات. دابا باش كتعرف البلده اللي باغي يصور غادي يصور بالتليفون. دابا انت علاش كدير شي حوايج اللي عاب انت واخا انت كبلد ولا هذا، الا كانت عندك واحد البنيه تحتيه في المستوى، عندك واحد خلينا نتصور راه السياحه راه هذه، ولكن انت ملي كتعرف راسك بانك لا شيء كتبغي دير. كيجيو هذوك ديالهم، كيجيو هنا وكيبداو يصور، كيقولوا شوفوا هذا وحدين راه باش تعرف الكلاخ في الرباط كيمشيو كيقول لك شوفوا العاصمه ديالنا كي دايره، وكيدوروا الدرابو المغرب مهزوز ويقولوا يا شريف راه الدرابو المغرب اش كيدير عندكم تما، عرفتي؟ لا الى درجه بلي شوف عادي، شوف الى درجه بان دابا حنا كنمشيو ما بقاوش نتكلموا على الكره، كنبقاو نتكلموا على بلد، على كلاخ. بلا شوف الا شفتي في جميع المجالات، شوف التدخلات ديالهم ترى دابا في الامم المتحده تدخلات غير منطقيه وغير كنبقاو نربيو فيهم وندقوا فيهم وما كيحشموش. ودابا مشيتي حتى الرياضه مشيتي لها شحال من خطر، وما يعني شوف كتمشي الرياضه، كتمشي للسياسه، كتمشي للمجتمع، كتمشي داك الشيء للاقتصاد، كتمشي دائما كدير فضائح. واش انت واش بنادم تابعك على توبقال قال لك ديالنا تابع توبقال، وقال لك جدات ابراهيم دياز من القسطنطين، دابا الجليج، الكسكسو، الطنجيه، ارقال، ترى الكلاخ اصاحبي. لا حفيظ طارجي فينا نورمالمون خصو تهضر. هذا هو المجال، هذا هو المجال ديال الرياضه. دابا ونتكلم دابا طيرجي دابا قول لنا شنو. شوف عادي، احنا وشوف هذه الكره هذه اش دار دابا. حنا هذه الكره خلقت لنا، عرفنا شنو هو الشعب الجزائري، وعرفنا الناس اللي كيحكموا الشعب الجزائري، كنعرفوا القيمه دابا ديال هادو. تصور وليتي كدير شي حوايج حتى الخطابات ديالهم واحد دابا هذا واحد 10 ايام ولا 15 يوم اش داروا لذاك الرئيس كاع اش دار ديك الامارات، وهذا الناس ما بقاتش عارفه راسها اش كدير. هذا راه خطر على الجزائر. دابا هنا كيبدا التفكك. اولا كيبدا التفكك حتى الايديولوجيا ديالهم، ولا كيبدا التفكك، كيبدا حتى هذاك الشعارات ديالهم كتولي شعارات هذاك الشيء خاوي. ما عندهم لا شعارات، ما عندهم حتى شي حاجه. الله يبعدنا عليهم. حنا ما غاش نسالوا اللي كاين هو المغرب. ما عارفينش الرجوله، هما الدراري ديال بركان والمسؤولين ديال بركان قالوا لهم نجيبوا لكم شي حاجه، قالوا لهم عطونا غير اتساع، مشاو تكلفوا بامورهم. حتى حنا وهنا واقفين ما عندنا ما يدار. خويا التوني غنلعبوا بصحه. دابا راه اللي ما فاهمينش هو بهذا الغباء ديالهم غادي يلعبوا بتوني صحه، وفي بلادكم وفي تيرانكم غنلعبوا بتوني صحه. دابا حتى بالنسبه للبركان اللي بغينا نهضروا على جميع المقابلات دارت خارج البلد لعباتو ترى الكلام لعبوا بهذاك الشعار، وراه الفتح لعبات به والوداد لعب كل شيء. خلينا نذكروا ديرنا خفاصيل. بالنسبه للوضع الحالي اللي كاين دابا في المطار ديال جارة السوق، الناس ديال بركان باقيين متشبتين بالحق ديالهم. جاو الناس ديال الكاف جاو للمطار، طلبوا انهم يجتمعوا مع الناس ديال اتحاد العاصمه. اجتمعوا معاهم،
هضروا معاهم وداك الشيء. جاو الناس ديال الكاف عند الناس ديال بركان قالوا لهم نجتمعوا معكم باش نلقاو حل. قالوا لهم الناس ديال بركان مرحبا نجتمعوا مع الكاف. وي الكاف كنعرفوهم، نجتمعوا مع الناس ديال الكاف، مسؤولين الكاف نجتمعوا معاهم. شي قندوح اخر ولا شي واحد اخر او لا دخل جلس معانا مزيان. الوغ الناس ديال بركان دخلوا، المسؤولين ديال بركان دخلوا اجتمعوا مع الناس ديال الكاف، وعاد شويه الامن ديالهم تما هما يدخلوا على حلوا الباب ودخلوا عليهم. قالوا لهم كيفاش نتوما مجتمعين هنايا خصنا نكونوا حاضرين. خلاهم دخلوا الناس ديال بركان، قالوا لهم نتوما دخلتوا حنا غنخرجوا، حنا شكون نتوما اجتمعوا معنا، حنا لاعبين ماتش الكره اللي كيحكم فينا حنا كاملين هو الكاف، غنجتمعوا مع الكاف كنعرفوا حتى شكون الامن. هذه مصيبه، تسير حيد عليا والله الا مصيبه شوف باش تعرف والله الا مصائب هذه والله. ترى مصيبه كحله في وصلنا مع هاد واصاحبي وصلنا مع هاد الناس صاحبي. هذا الناس ديال بركان قالوا الناس ديال الكاف الشرفه راه نتوما اللي كتحكمون، حنا راه ماشي داخلين هنايا عندنا شي حاجه ديال الارهاب ولا الكره. حنا الكره كنعرفوا الناس الكاف هادو شكون هادو، خرجوهم ما خرجوهمش خرجوا حنا سيدي، حنا كنعرفوا الناس الكاف وتحملوا المسؤوليه ديالكم، تحملوا المسؤوليه ديالكم. هاد الناس علاش موقفيننا؟ علاش موقفيننا هاد الناس؟ السؤال علاش موقفين هاد الناس؟ توني فيه الرايه ديال المغرب، انت مالك؟ وي انت مالك شغلك؟ انا التوني ديال بلادي لابسو موقع، عطيني الكاف لوتوريزاسيون باش نلعب به، انت مالك؟ واش انت الجماهير غتوقفني انا على توني ديالي؟ وهذا حماق هذا مسطين. اون بليس كان اليوم اجتماع ديال المكتب التنفيذي ديال الكاف، كان كل شيء الكاف كلها مجموعه في الرباط، هضروا على بزاف ديال النقاط. انا عيطوا حنا للصاميت اللي كان حاضر في هذا الاجتماع باش يقول لنا شنو واقع ونشوفوا حتى واش كاينه شي ردود فعل على هذا الموضوع. معنا سي محمد اهلا وسهلا. مرحبا عادل، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين الكرام. ودابا اش غنقول لك، بغيت نهضر معك سميت على الكره وعلى شنو كاين، ولكن الحمد لله والشكر لله، هذا الشيء اللي غنقول لك وصافي الصبر. الغباء فين واصل ما عارفينش بان راه اي فريق قبل ما كيلعب تورنوا ولا قبل ما كيلعب اي مسابقه فكتكون لوتوريزاسيون ديال لو ديتاي ديال لو تاي تونس سباط اي كل شيء لوتوريزاسيون عاطيها لاكاف الفريق هذا البركانيه اللي سنوات وكاع الفرق المغرب سنوات هما كيلعبوا بالخارطه ديال المغرب مكتمله، يلاه فاقوا لها هذا الصباح مي بون. بالفعل عادل فاكي قلتي الامور واضحه والقانون يعلو ولا يعلى عليه، راه في العالم كامل، وهاد الناس ديال الجزائر لحد الان جا مطروح، لان كيف قلتي قبيله فهاد التونيات كيتفاليداو من طرف لجنه المسابقات في لاكاف، وهذا الشيء اللي اكدوا لي انا مسؤول في لاكاف، قال بان كاع اي مسابقه ديال لاكاف قبل ما كتبدا فجميع الفرق ولا المنتخبات كيصيفطوا باش المطلب ديال التوني الرسمي ديالهم والتوني الثاني والتونيات ديال الكوال باش كيتفاليداو لا على حساب الالوان باش هذه تشارك باش تعرف كل فرقه شنو هما الالوان باش يعرفوا الفرق يكون الالوان وهذا، وباش يعرفوا يعني كاع لي ديتاي ملي كيتفاليدا عند لاكاف تبقى حتى شي فرقه ولا شي منظمه واحده اخرى انا تقول لك غير هذاك التوني ديالك. هنا السؤال مطروح، واش هاد الناس ديال الجاره عارفين هاد القضيه ولا ما عارفينهاش؟ الكلاخ السؤال الثاني هو تلاكاف احترم تبقى ساكت عليهم تبقى انت مساله معاهم، حنا راه عندنا معاهم صوابع كثيره عادي راه يمكن هاد الناس كينساو بان الان ولات وضوح الشمس تدخل الدوله في كره القدم، تاخذ الدوله ديالهم في كره القدم، لان ما يمكنش كل مره حنا الفريق ديالنا لا كان منتخب وطني ولا كان فريق من الفرق اللي كتشارك في المنافسات الافريقيه فين ما كيوصلوا شي مطار في الجزائر الا هو كيلقاو نفس المعاناه. هذا بلا الحد على الاعلام المغربي اللي هو يمكن ما مشاش بكثره لان عارفه شنو غادي يوقع. وي ما يخليهمش يدخلوا تخوفا من شاد يوقع. يقول لك خدامين في البوليس وفي الجدارميه لا داك الشيء عندهم، حنا ما عندناش الحمد لله هادشي اللي عندهم ديالهم ما يفرضوش على الدول الافريقيه كامله، غير لاكاف خاصها تتحمل مسؤوليتها الكامله في هذه المساله هذه، لان المشكل ماشي ديال بركان، ماشي ديال الجامعه الملكيه المغربيه ديال كره القدم، ماشي ديال الكاف هي اللي مسؤوله وهي اللي خاصها تاخذ الاجراءات الضروريه في حق الاتحاد الجزائري هو الاول قبل ما نهضروا على الاتحاد الجزائري هو الاول. الاتحاد الجزائري هو الاول، لان اليوم المسؤول المباشر على ما يقع
لان قبل ما يكون تكون هي سكرتاريه هو كان مراسلات ما بين الاتحادات وكذلك ما بين الانديه والاتحاد اللي غادي يمشيو لان هذه مقابله تنظمها الاتحاد الافريقي هو الذي ينظم، ولكن من ينوب عنه هو الاتحاد الجزائري. الجزائري هو اللي كيضمن هو اللي كيتشارج في اتفاقيه الشراكه اللي كاينه مع الاتحاد الافريقي اللي كتهم جميع المسابقات والشروط ديالها والظروف اللي خاصها توفر لا للانديه ولا للمنتخبات. كذلك اظن حتى اللجنه الاولمبيه خاصها تدخل على الخط، لان كره القدم هي تابعه للجنه الاولمبيه بغينا ولا كرهنا، واللجنه الاولمبيه كتحث على هذه المساله هذه ديال ان فصل السياسه على الرياضه. السياسه واضحه في الجرى كتقول انت جرت السوق ما بقيناش فاهمين شنو بغاو بالضبط الناس. واش على سبب توني غادي تحتاج لعابه انترناسيونال المده اللي كتزيد اكثر من دابا وصلنا 10 سوايع عادي. وي تخربيق كان وصلنا 10 سوايع. واش هادشي يعقل؟ ولكن شوف ما كاينش قرارات صارمه في هذا الشيء. سالينا الاول والاخير في هذه المساله هو الاتحاد الافريقي خصو يكون صارم. سالينا لان ماشي المره الاولى وما غاديش تكون المره الاخرى الا خلاو هذا البلد هذا غادي في هذا الطغيان ديالو. هذا الشيء ماشي معقول ماشي مقبول. وليداتنا اللي دابا محتاجين في المطار شنو هو السبب؟ السبب هو علاش توني في الخريطه ديالك. اسيدي غادي نجيب توني في الخريطه ديالي وغادي نجيب الرايه ديالي لانني كنفتخر وبزز منك غادي تقبل وبزز منك تقبلني لانك انت كتجي كتلقى غير الاستقبال هنا وسبحان الله العظيم. وي كيجيو هنا كيكونوا معززين مكرمين عادين. هذا هو المغرب. حنا لا نعامل بالمثل، حنا بعاد على هذا الشيء. حنا بزاف الناس كيصيفطوا لي دابا ميساجات عادي خصنا نديروا لا غلط. حنا ما كنديروش هذا الشيء. حنا ماشي من الشيم ديال المغرب والميساج ديال صاحب الجلاله واضح في هذا الموضوع. الجزائر المغرب ديال مدو يده للجزائر، والجزائر الا عندها مشكل ولا عندها وما مر الملك ديالنا الله يخليه والله يعطيه صحيحته والله ينصرو في الخطابات الرسميه ديالو نهار اللي كان عندهم حرائق حنا قلنا لهم صيفطوا لكم الطيارات ونعاونكم وما بغاوش ومشاو كراو الطيارات بس لا حول ولا قوه الا بالله. وترى هما مشاو بعيد قال لك حنا اللي درنا لهم الحرائق يلا كاع التيرانات خسروا القجع اللي خسر التيرانات. الشتا ما جاتش المغرب اللي وقف الشتا في حدود الجزرات. ترى ما يمكنش مصيبه كحله والله. الله يسمح لهم ونتمنوا بان يلقى حل عاجل. شوف احنا ما عندناش مشكل الحل يلقاوه هما. حنا كيف داروا لهم الوداد هذاك النهار وحلوها لهم تما تهبطوا الضرابو ديال بلادهم. حنا اخويا اش داكشي لا اخويا اسمح لي خلي الكاف الدار معاهم ولا تقاتل معاهم ولا يدبروا راسهم. حنا ما شغلناش. حنا توني ديالنا راه غنلعبوا به صافي سدات ما دار. خاص برك لان هذه المساله هذه كتسمى بحال نقولوها بالدارجه ديال الدار. لا الدصاره هذه الدصاره فاتوا لي ليميت فاتوا الحدود ديال الدبلوماسيه وديال لا الدصاره لا يعقل. اليوم كتهضر على ما يمكنش راه كنهضروا على كاس الاتحاد الافريقي ماشي شي تورنوا عادي اللي لا شوف هذه الدصاره الى الكاف بغات دير السياسه حتى هي ملزمه باش تطبق القانون وملزمه باش تكون صارمه في هذا الشيء. ما شوف سالينا من هذه البساله وهذه الدصاره كبرات صغار كبرها. احنا جاو مع براكنا والله ما يتفاكوا بالله والله ما يتفاكوا معاهم. نقول فيها كاع الاجهزه اللي كتظهر على الرياضه في العالم خاصها تعرف هذه القضيه هذه. سالينا توصل الحدود ديالهم بزاف ولا ما يعرف الدرجه ديالنا البساله هذيك واخ نساليو من البساله والدصاره وندوزوا للمعقول. هذا كل ما لدينا بخصوص جديد الساحه الاخباريه المغربيه. شكرا لكل من شاهد المقطع والى اللقاء.